أصدرت الدائرة 11 بالمحكمة الابتدائية بتونس قرارا قضائيا ضد الإعلامي سمير الوافي يقضي بسجنه لمدة 5 أعوام مع النفاذ العاجل، وتخطئته بخطية مالية قيمتها 32 ألف دينار، والتحجير عليه مسك واستعمال صيغ الشيكات لمدة 2 عام مع إصدار منشور تفتيش في حقه. وبذلك يكون الإعلامي سمير الوافي عرضة إلى العودة إلى السجن في أي وقت يقع القبض عليه فيه. وللتذكير فإنه تم إيقاف سمير الوافي مؤخرا استنادا إلى منشور تفتيش آخر صادر في حقه يتعلق بتنفيذ مضمون حكم جزائي غيابي صادر عن محكمة الاستئناف بتونس قضى بسجنه لمدة 6 أشهر مع النفاذ العاجل. وكان ملف القضية يتعلق آنذاك بشكاية قدمتها ضده الإعلامية مريم بن مامي على خلفية تسريب فحوى مراسلات ومكالمات هاتفية بينه وبين زميله علاء الشابي رأت فيها الشاكية سلبا لها وهتكا لعرضها.